السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عاشوراء بكرة صيام ان شاء الله، تسوع وعاشوراء، خميس والجمعة بإذن الله. صلنا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كنا بنصوم عاشوراء أو تسوع حاجة زي كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام لقى اليهود بيصوموا يوم زيادة عننا، فقال لو عشت السنة الجاية أكون صايم تسوع وعاشوراء آه على الصيام دوت، عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى نجى موسى من الغرق. فاحنا بنصوم ولك أجر عند ربنا، مغفرة سنة راحت وسنة قادمة. جزاكم الله كل خير وتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال. أنا كنت بدور على زبدة بصراحة تكون رخيصة شوية، عشان طبعا الميزانية ما تسمحش ان اجيب زبدة غالية، عارفين بقى ظروف الحياة وكده. فلقيت الزبدة ديت مالية السوشيال ميديا ومالية الفيس كله، وكل قناة افتحها الاقيها عليها زبدة الشرقية بيور. فبيقولوا لها ضمان، ولو طلعت وحشة ترجعوها وتجربيها مع المندوب وكده. فانا ما جربتهاش بصراحة، كان عندي مشوار مستعجل لما المندوب جابها، فقلت اجربها من غير مندوب ولا حاجه. وهي مره وتعدن قبل كده، جربت شركه قبل كده كانت عارضه زبده وقلت لكم عليها على القناه، بحب تشاركوني في اي حاجه وفي اي راي. طلعت وحشه، طلعت اكنها زيت، رحت مرجعها في الحال، وكتبت لهم، عملوا لي طبعا بلوك عشان خاطر ما بوظلهمش الدنيا، عشان هم مش صادقين في كلامهم. فديت انا جبت منهم 5 كيلو اجربهم، فهسيح 3 كيلو. انا جايب بقري وجاموسي، دول 2 بقري وواحد جاموسي، فهجربهم، هسيح كل واحد لوحده عشان ما اخلطهمش على بعض، واشوف النتيجه ايه، واقول لكم لو طلعت حلوه اقول لكم ان هي ممتازه وتجيبوها وتجربوها. هي الكيلو البقري ب125 والجاموسي ب130. هو جاب لي ال5 كيلو ب605 و25 شحن، خد مني 640. فانا دلوقتي هنجربها مع بعض. انا هسيبها تفك شويه، كنت حطها في الفريزر، وهحطها على النار وهوريها لكم واحنا بنسيحها. وخليكم معايا لاخر الفيديو ونشوف مع بعض هي حلوه فعلا ولا ايه، وممكن نجيبها مع بعضينا، وممكن تبقى احلى من اي زبدة تانية. اي زبدة تانية بتبقى ب90 جنيه اللي هي بتاع المصانع، وب85 وفي ب95، بس مش حلوة خالص. جربتها ولا اكنك بتعملي ولا كأن فيها زبدة ولا اي حاجة. الفرق هنا بسيط، فهنشوف الفرق دوت فعلا مجزي ولا لا. خليكم معايا لغاية اخر الفيديو. جزاكم الله كل خير، بحبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين. خليكم معايا لاخر الفيديو. بص يا حبايبي، انا بعد ما حطيتها وساحت اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. دي البقرة اهي، هي ريحتها يعني كويسه، يعني مش مطلعه ريحه. ودي الجاموسه اهي، دي الجاموسي ودي البقري اهي. هنحط دلوقتي الملح، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط معلقه الا ربع كده، دي واحد، مش هكتر، هي معلقه واحده في ال2 كيلو، ونص معلقه في الكيلو، عشان المرطه ما تبقاش حادقه قوي. هفضل بقى وراها اقلب كده، اقلب على نار واطيه. بعد ما ساحت كده نوطي عليها النار عشان ما تتحرقش، تستوي حلو، عشان تستوي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. افضل كده اقلب لو هي ما تصفى خالص والمرطه تنزل لتحت، المرطه تبقى لونها ذهبي كده، ونطفي عليها ونحطها في البرطمانات. اكون غاسله البرطمانات كويس وعامله لهم وحطاهم عشان يتعقموا بسخن الفرن كده واحطهم فيها، اي فرن كهرباء، فرن بوتاجاز، بسخنه اهو مطفياه، واقوم حاطه البرطمانات بعد ما اغسلها حلو معايا سخنه، بسيبها بقى تتعقم. وبعد كده بقوم صب عليها مفرغه عليها السمنه، ونسيبها تبرد. بعد ما تبرد خالص نقفلها، ما نقفلهاش وهي سخنه عشان ما تعفنش. هي لونها نوعا ما خضرا زي الفلاحي بالظبط، زي اللي كنا بنجيبها زمان، وريحتها معقوله، عامله ريحه حلوه برضو. هي مش هتبان بقى الا بعد ما تتحط في البرطمانات وتبرد، ونشوف طعمها ايه. خليكم معايا برضو لاخر الفيديو لغايه ما نخلص خالص واوريها لكم على الطبيعه. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما ساحت اهي، ديت البقري. على فكره البقري دي خدت وقت على بال ما ساحت، كان فيها شرش كتير. اما الجاموسي ساحت على طول، يعني كانش فيها الشرش كتير يعني. اتعملت قبل دي على طول.
ما كانش فيها ميه كتير، يعني الشرش ده يعني ميه كتير، يعني سوائل كتير، ما كانش فيها سوائل كتير زي البقري. ودلوقتي احنا هنسيبهم مطفي عليها طبعا، بس هي من كتر طبعا الغليان فبتغلي على السخونيه بس. اهي هي مش هتبان بقى ولا توضح الطعم والاحلى والشكل والترميله الا بعد ما تبرد وتتحط في البرطمانات. هوريها لكم، انا بوريكم خطوه خطوه معايا اهو. بعد كده نقول لبعض على الطعم وعلى الريحه. انا دلوقتي يعني مش الريحه اللي هي بتاعت البلدي، هي البلدي لا، ما اكذبش عليكم، لا يعني نوعا ما يعني بتاعت المصانع، بس لا برضه مش هتبان الا لما تبرد خالص ونشوف الترميله ونشوف طعمها بعد كده ايه. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما عبيتها في البرطمانات وخليتها تجمد، بس انا خلطتهم على بعض. حطيت الكيلو اللي هو البقري على الجاموسي اللي انا سيحته لوحده على البقري. انا حبيت اعمل كل واحد لوحده عشان اشوفه دي بتاخد وقت ولا دي ما بتاخدش وقت، عشان ما فيش حاجه تتحرق مني. انا كنت هضيفهم على بعض بس قلت اسيح كل حاجه لوحدها وبعدين اضيفهم مع بعض. طلعوا الثلاث برطمانات دول، وطلع نص برطمان صغير كده استعملته اهي. وخدت بقى شويه من الجاموسي اهي عشان اوريها لكم اهي. ما شاء الله حلوه، هي حلوه عن بتاع المصانع بكتير، ولها ريحه حلوه وطعمها حلو، بس مش الريحه النفاذه قوي بتاعت الفلاحي قوي، بس هي حلوه احلى من بتاع المصانع بكتير. ودي الصفرا البقري، دي البقري اهي والجاموسي حلوه، لها ريحه وحلوه شغاله يعني. هي احسن وافضل من اللوميه ب 200 و 200 و 180 وكده، دي افضل وشغاله حلوه يعني كويسه، يعني تمشي حالنا يعني. جربوها بقى وقولوا لي رايكم، هي كويسه مش وحشه، احسن من بتاعه المصانع بكتير اللي هي ب 95. في ناس بيبيعوها ب 100، ديت ما فرقتش كتير، 125 او 130 مش كتير بس احلى ولها طعم. دي بتاعه المصانع بصراحه ملهاش ريحه خالص ولا اي طعم. كان دي لها ريحه برده ولها طعم الفلاحي بس خفيفه شويه، مش شديده قوي زي الفلاحي اللي هي بنجيبها ب 200، بس شغاله عجبتني حلوه ريحتها حلوه. قدامكم اهيت وشكلها باين اهيت، الابيض بتاعها مخضر هو زي الفلاحي بالظبط اهي، هي برده فلاحي. والبقري اهي، بس عايز اقول لكم ان الجاموسي ريحتها احلى من البقري بكتير، ريحتها شديده شويه عن البقري، ريحتها اقوى. فعايزين تخلطوا يجيبوا الجاموسي اكتر من البقري، يعني مثلا حطوا 1 بقري على 2 جاموسي كده يعني، او 3 جاموس على 2 بقري. انا بحب اخلطها كده عشان ايه؟ تديني كميه. جربوها بقى وقولوا لي رايكم. بحبكم في الله وجزاكم الله كل خير، وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.